السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفي قناتي يوميات نونا شانل. طبعا احلى اخوات في الدنيا واحلى ناس في الدنيا. النهارده طبعا راجعه لكم ايه في فيديو بقى ايه اللي الناس كلها بتعمله. كل سنه وانتم طيبين وعاد عليكم الايام بخير، احنا وامه محمد كلها. انت راجعه لنا ايه؟ بس الاول نصلي على رسول الله ونذكر الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. والنهارده كل سنه وانتم طيبين، خلاص العيد قرب، ناقص 15 يوم. اللي عايز بقى بنات يعمل فسيخ يا دوبك، ما تتاخريش عن كده عشان تعرفي تاكليه اول يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب. بس قبل ما نبدا في الفيديو، طبعا انا عملته معاكم بس ايه قلت ايه هنعمله مع بعض زي ايه كل سنه متعودين مع بعض. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. طبعا البوري غالي جدا 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 يا بنات، اللي من دول طبعا، ولو انت اشتريتيه جاهز بيبقى اغلى من كده. طبعا البوري عامل 150 جنيه، ولو رحت اشتريتي البوري جاهز فسيخ هتجيبيه ب 300 و250. طب وليه؟ طب ما احنا نعمله في بيتنا، بتعمليه انضف واضمن احسن ايه ما تعمليه تجيبيه من بره. انا صراحه ولادي ما بيحبوش الفسيخ من بره، بيحبوا الفسيخ صراحه من ايه انا بعمله كل سنه، بعمله ساعات في الايام العاديه، مش لازم ايه في العيد وكده ومواسم. طبعا وشم النسيم في ناس ايه بتعمل برضو فسيخ، بس انا عاملاه عشان ايه عيد الفطر المبارك، عاد عليكم الايام بخير. انا عاملاه عشان ايه عيد الفطر، مش عشان خاطر شم النسيم. انا عاملاه عشان خاطر ايه كل سنه وانتم طيبين. العيد الفطر طبعا ايه لازم ايه لازم احنا طبعا متعودين ناكل ايه الفسيخ. طبعا جوزي بيجيب رنجه برضو مع الفسيخ، وانا ايه قلت ايه جبت البوري. كنت قبل كده جايبه بوري بس كان صغنن جدا جدا جدا، ما فسختوش الصراحه. النهارده بقى زوجي جاب لي البوري ده اهو. البوري ده عامل كام يا بنات؟ البوري ده عامل 120 جنيه اهو. جاب لي 2 كيلو. طبعا انا ماسكاهم شطفاهم حلو جدا. انا ما بعملش زي اللي بيعملوا صراحه، وكل واحد حسب ما يعني على طريقته. انا غير ما بمسكه اشطفه جامد حلو جدا، ولا بنشفه ولا بعمل حاجه. انا بشطفه بشطف النغشيش بتاعته اهي، شايفينها مخليها فله شمعه منوره زي ما انتم شايفين كده. بشطف النغشيش الناحيتين اهو، ولا بنشف بمناديل ولا حاجه خالص. انا بمسكه اشطفه حلو جدا كده بالمنظر ده اهو. واشطب بقى الحاجه بتاعته كده، الخياشيم والحاجات دي اهو، وامسكه بقى ايه اصفيه كده في المصفى، احطه كده زي ما انتم شايفين لغايه ما يتصفى وايه ونملحه مع بعض. هنا معايا دول قد ايه يا بنات؟ دول معايا 2 كيلو ما شاء الله. ال 2 كيلو عامل 7 سمكات. لو كان في اكبر كنت جبت، بس هو قال لي ايه، هو جاب لي بس ال 2 كيلو دول عاملين عاملين 7 ايه عاملين 7 سمكات حلوين جدا. طبعا ايه على قدنا. انا ايه وولادي برضو ايه بابانا ايه بيجيب لنا رنجه، بياكلوا رنجه وبياكلوا ايه مع الفسيخ. هنا بقى هنجيب ايه معانا ال 2 كيلو زي ما انا قلت لكم. الفسيخ زي ما مقدرتك ايه هاتي، بس ايه اعمليه في بيتك انضف ما بتجيبيه من بره. بره هتلاقيه غالي جدا. ده 2 كيلو ايه غسلناهم وغسلنا النغشيش بتاعتهم وصفيتهم بالمصفى زي ما انتم شايفين كده، وكل واحد حسب ايه ما ايه طريقته. بس دي طريقتي انا في الفسيخ. معايا ايه تاني يا بنات؟ معايا هنا ملح، ومعايا شطه، ومعايا كركم، بس فقط لا غير. دلوقتي بقى هنجيب ايه، هنجيب الصينيه بتاعتنا كده اهو زي ما انتم شايفين كده بنات. هنجيب معايا الصينيه طبعا، ومعايا ايه اكياس عشان ايه احط كل برايه في كيس اهو بالمنظر ده كده. هنحطهم على جنب اهو. ال 2 كيلو انا ايه بحط ملح اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا ال 2 كيلو هياخدوا كيسين ملح من اللي هم الايه الصغيرين دول، اللي هو ابو جنيه الصغنن ده خالص زي ما انتم شايفين كده بنات. هفضي برضه الكيس التاني اهو، يبقى فضينا كيسين ملح من اللي هو ابو جنيه ده اهو. هنحط معاه ايه؟ هنحط معاه شطه اهي اهو، بس بعديها بقى على عينك كده عشان ايه ما تتعبكيش اهو. حطيت ايه شطه كده بتاع ايه 3 معالق 4 معالق شطه. هننزل عليهم بايه بكركم اهو، حبه كركم برضو حلوين كده عفوا. هنلخبط بقى كل ده كده مع بعضيه. في ناس تقولك ايه الملح الخشن. انا صراحه عفوا يا بنات سامحوني عشان ايه
عندي الجيوب الانفيه تعبانه وما بستحملش صراحه الشطه اهو. هنقلب كده الملح حلو جدا. في ناس تقول لك ايه الملح الخشن، انا ولا ملح خشن ولا ملح ناعم، انا ايه بحط الملح كده اهو. بس ايه بقى، لو عايزه بقى دلوقتي تجيبي الفسيخ هاتيه، عشان خلاص ما عادش وقت، عشان الدنيا مش حر قوي يعني، الدنيا ايه يا دوبك بس ايه يعني ما حررتش قوي. الفسيخ هياخد منك وقت، هو حلو قوي كده هياخد منك 15 يوم، هاتيه من دلوقتي يا دوبك. دلوقتي بقى ايه، هنمسك معانا البرايه كده، هنحطها كده اهو هنا. هنستعيذ بصديق بعد اذنك يا كروان تجيب لنا اكياس تمسك عنا. وايه معانا كده النخشوش بتاعها، هتعصي كده ملح اهو زي ما انتم شايفين كده كده. وهتمسكي السمكيه عايزين بتتبليها في دقيق اهو كده اهو. بصي بنات بقى معاكي اكياس كده، اكياس التلاجة العاديه، بتحطي البرايه كده في قلب الايه الكيس بالمنظر ده اهو، ونحط لها حبه ملح صغيرين كده في قلب الكيس، وتمسكي البرايه بالمنظر ده كده اهي اهو. تعدليها كده اهو زي ما انتم شايفين كده بنات اهي اهو. هفتح كده عشان ايه اهو كده البرايه بالمنظر ده كده، وايه وتلفيها بالكيس كده اهو بالمنظر ده كده اهو اهو. هنعمل برضو واحده ثانيه اهو، وهمسك برضو البرايه اهي معايا اهي، ومعايا الملح برضو، همسك النخشوش بتاعها وايه تحطش فيه ايه ملح كده، تتفسي كده جواه كده، لازم ايه تتفسي الملح جوه ايه النغشوش بتاعها كده، ولا بملح خشن ولا حاجه، الملح العادي بتاع الكاس العادي خالص 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 بكل سهوله اهو كده اهو بالمنظر ده كده اهو. طبعا ايه هنستعيد برضو بصديق مير روان اهو. هنمسك برضو كده ونحط الايه البرايه في قلب الكيس كده، ونحط لها حبه ملح كده اهو، وبرضو نفس الوضع كده اهو كده. برضو هتمسكيها تعمليها بالمنظر ده كده اهو كده اهو، ونحطها برضو على الجنب كده اهو اهو برضو كده جامد جدا. لازم ايه النخشوش بتاعها ايه يتعمل شطه كده اهو. صراحه انا ايه الفسيخ صراحه كله بيحبوا ياكلوا من ايدي، بالذات ولادي بيحبوه صراحه، يقولوا لي اعملي اعملي يا ماما اهو زي ما انتم شايفين كده. وعلى قد ما تقدري استكبري، يعني استكبري ايه السمكيه، عشان كل ما بتستكبري السمكيه كل ما بيبقى فيها لحم اكتر اهو. هنحط لها حبه ملح تاني كده، وهنلفها كايه كنفس الايه اللي احنا لفيناها الاولانيه اهو زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده كده اهو. هخلص كده الكميه دي كلها بالمنظر ده كده. هخلص بقى وارجع لكم ايه تاني، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى معايا الاسترتش رول ومعايا شنطه كده بيضه. هنمسك بقى ايه الفسيخ ده اللي هو البوري اللي احنا ايه مفسخينه كده اهو، ومعايا شنطه كده اهو اهو. هنمسكه بقى ايه ونحطه في قلب الشنطه كده. طبعا دي احنا رابطينها كده بالمنظر ده كده اهو اهو بالمنظر ده كده بس كده بالمنظر ده كده جميل اهو المنظر ايه اللي انتوا شايفينه كده اهو. بصي كده اهو بصي بالمنظر ده كده. تمسكي الشنطه كده ايه هنعمل بقى الشنطه كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى الاسترتش كده ده اهو، ما عندكيش استرتش حطيه في كذا شنطه
لو عندك اربطيه، ما عندكيش خلاص يعني مش لازم. اهو بالمنظر ده كده اهو. تلفي كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. وتقطعي بقى هنا كده اهو بالمنظر ده. وهنلف برضو لفه تانية ايه بالطول. هلفه بقى كده بالطول كله وارجع لكم ايه تاني، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي انا لفيته بالمنظر ده كده. خليكم معايا برضو شنطه تانية هنحطه ايه برضو كده تقلبيها كده اهو اهو وتلفي كده بالمنظر ده كده اهو اهو. زي ما انتم شايفين كده حبايبي ده طريقه الفسيخ. وبعد كده بعد 15 يوم تكليب الف هنا وعافيه على قلوبكم يا احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا. بس هنا بنات انا ايه هربط برضو الكيس كده عشان ايه برضو نسيت اقول لكم، سامحوني معلش رجعت لكم تاني. هربط الكيس كده عشان الفسيخ ما يخشلوش هوا نهائي خالص خالص كده. ولازم تكون شنطه ما تبقاش فيها خرام ولا حاجه، تبقى شنطه نظيفه زي ما انتم شايفين كده. وده الفسيخ هنفتحه مع بعض بعد 15 يوم واستنظرونا في فيديوهات احسن واحسن. وكل سنه وانتم طيبين وعاد عليكم الايام بخير احنا وامه محمد كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.